ما صدقتش لما قالوا لي ان انت مستنيني تحت. قلت ده اكيد اتخبل في عقله عشان يجي لحد عندي برجليه. طب وليه الغلط بس يا فنانه؟ ده انا حتى جايب لك معايا حاجه حلوه قوي هتبسطك. انا ما بغلطش فيك. ما هو انت لو متخيل نفسك جاي تحور عليا تاني، ساعتها بقى مش هتروح على بيتكو، ساعتها هتروح على الاسم يا نصاب. شوف برضه بتغلط فيا تاني. طب انا هعديها لك، بس مش عشان خاطرك، عشان الصراحه كان ليكي كام اغنيه كده في البومك الاخير كانوا حلوين قوي. وبعدين هو انت مش سامعاني كويس ولا ايه؟ بقول لك جايب لك حاجه حلوه هتبسطك قوي. انت ما يجيش من وراك غير القرف والمصايب. على فكره انا كنت ممكن قوي اخليهم يرموك بره، بس قلت على ايه، هدخلك عشان اقعد اهزق فيك شويه. طب وخلاص؟ خلصتي تهذيب؟ طب ممكن تسمعيني بقى ونشوف شغلنا؟ اتفرجي وشوفي اللي انا جاي لك عشانه. شفتي بقى ان انا جاي لك في مصلحه بجد؟ انا هارش العداوه اللي ما بينك وما بين لؤلؤ. البت دي على فكره نفسيتها جحيم ناحيتك. ياما كانت تقعد تقول لي انا موتي وسمي كاميليا، عقدة حياتي كاميليا. انا نفسي انام واصحى الصبح ما الاقيش كاميليا دي موجوده وصوتها يتقطع ولا تغني ولا حتى تعرف تتكلم. انا قعدت افكر بقى مين اكتر حد يا بوده ممكن يستفيد بالفيديو ده؟ مفيش غيرك. طب قولي بقى، هو مين اللي وشه مبكسل معاها في الفيديو؟ ايه رايك؟ اصل انا ماليش في جو الشهره بتاعكوا ده، سبتولك انت ولؤلؤ. الفيديو ده اي عيل صغير مالوش لازمه هينزله على النت 24 ساعه بالظبط، ومش هتلاقي اللؤلؤ دي مكان في الدنيا اصلا. الملعب هيفضلك. تصدق خيبت توقعاتي. انا البت دي اصلي ما بطيقهاش ونفسي امسحها من على وش الارض. حلو، يعني المصلحه واحده. اكيد طبعا. شوف بقى، انا هاخد منك الفيديو ده وكل النسخ اللي معاك، وانا هعرف افضحها كويس قوي. استني بس يا نجم، هو مش قبل ما نفتح البلوتوث ونبعت المقاطع الساخنه نتفق الاول؟ اتفق على ايه؟ لما جيت لك مع نانسي قلت لك ان عندي سرطان، ما كنتش بحور عليكي. انا فعلا عندي سرطان، بس انتي ما سالتنيش هو عندي فين بالظبط. عندك فين؟ في حسابي في البنك. حسابي في البنك تعبان 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 بجد يا كاميليا والله، وخلاص جاله كل امراض الدنيا وقرب يموت. انا عايزك بقى تحييه من جديد. بكام؟ مليون بس كفايه متهيألي. نعم، عايز مليون جنيه؟ ومين قال جنيه؟ وانا نسيت اقول لك انه بيتعالج بره، لازم يتعالج بالدولار. مليون دولار يبقوا في حسابي في البنك، يبقى معاك الفيديو ونسخه كلها. ده انت كده بقى تبقى اتخبلت رسمي فعلا. عايزني ادفع لك مليون دولار في سبيل ان الساحه تفضلك وما يبقاش فيه لؤلؤ تاني وترجعي نجمه مصر الاولى. تدفعيهم طبعا. انت لو قلبتيها في مخك كده هتلاقي ان اللي انا بقوله لك ده هيكسبك اكتر بكتير من الرقم ده. والله هتلاقي ان انا عامل معاكي الواجب كمان. تصدق كلامك مظبوط برضو. خلاص اوكي، موافقة. اديني بس فرصة يومين 3 كده ادبر فيهم المبلغ. بس بقول لك ايه، اوعى تعمل الديل ده مع اي حد تاني. انا هلاقي فين احسن منك والذ منك اعمل معاه الديل ده. انا هسيبك يومين تظبطي المبلغ وارجع اكلمك تاني. بس لو كلمتك ما لقيتكيش جاهزه انا هبيع قطاعي 30 ثانيه لكل حد بيحب لؤلؤ، وانت عارفه بقى حبايبها كتير، فالحق انت بقى اشتريه بالجمله. ماشي؟ ماشي. سلام يا نجم. سلام. انا اسفه ان انا جيت لكم من غير ميعاد، بس في الحقيقه الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده ما يستحملش التاجيل. في ايه يا كمالي؟ بقالك ربع ساعه من ساعه ما جيتي وانت عماله تقولي في مقدمات، ما تخشي في الموضوع على طول. جرى يا مجدي، ما بالراحه عليا.
الموضوع مهم جدا وحساس جدا. انا بودا جالك؟ جالك ليه؟ بيساومني على فيديو ليه هو ولؤلؤ، بس من الواضح طبعا انها كانت يعني مش في وعيها. كان عايز ياخد مني فلوس ويديني الفيديو عشان اشهر بيها. مش معنى انت؟ كان متخيل ان احنا الاتنين علاقتنا مش كويسه. انا كنت ممكن اخد الفيديو واديله الفلوس اللي هو عايزها وامسحه وما اجيب لكمش اي سيره عن الموضوع ده خالص. بس الحقيقه انا فكرت وقلت جايز يكون عنده اكتر من نسخه يديها لاي حد عايز برضو يعني يأذي لؤلؤ. اكيد عنده نسخ تانية، واكيد عايز يساوم بيها ناس تانية. ما هو عشان كده بقى احنا لازم نوقفه عند حده. انا عن نفسي تحت امركم في اي حاجه، شوفوني عايزاني اعمل ايه وانا اعمله. هيا لؤلؤ ردي عليا، عايزاني اعمل ايه؟ ولا اي حاجه. معلش انا هطلع ارتاح عشان تعبانه شويه. البيت بيتك. اتفضل يا فندم. انا جاي لك في موضوع حقيقه وموت. انا جاي لك من ورا لؤلؤ عشان اقول لك المصيبه اللي احنا فيها. لؤلؤ تاني يا مجدي؟ انا خلاص ما بقاش في ما بيني وما بينها اي حاجه. انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك يا طارق؟ انت بتحبها وهي بتحبك. صدقني ملهاش ذنب في اللي حصل. صدقني ولو مره واحده يا سيدي. بتحبني وقفشها في سرير راجل تاني غيري؟ اصدق كلامك ولا اصدق اللي شفته بعيني؟ كانت متخدره. ابوه ده خدرها وصورها وبهدتها دلوقتي انه هنزل الفيديو ده بكره لو ما دفعتلوش اللي هو عايزه. هي دي المصيبه اللي احنا فيها يا طارق. ولو مش مصدقني ومش عايز تقف جنبها، شد لك كرسي واتفرج على فضيحتها بكره، وهتشوف بعينك انها متخدره وهو بيغتصبها. انا جيت اريح ضميري واقول لك الكلمتين دول، وانت بقى هو بشوف قلبك هيقول لك ايه واعمله. ايه الدخله دي؟ تاخد كام يالا وموضوع الفيديو ده ينتهي؟ طب ما طالما انت جاي تحل من الاول، على ايه بقى كل الفرهده دي؟ هو انت قاعد لسه شفت فرهضه؟ انا قايل اللي له 30 مليون، بس على اللي انت عملته ده انا عايز زيهم. هدفع لك اللي انت عاوزه والفيديو ده يتمسح من الوجود. بس اضمن منين بقى ان بعد ما ادفع لك الفيديو ده هيختفي فعلا؟ شوف انت عايز تضمن ازاي؟ تضمن ازاي يعني؟ هقول لك انا هصورك عريان، او حتى لما الفيديو بتاع لؤلؤ ينزل الاتنين ينزلوا سوا بقى. واحد فيهم يتكتب عليه فضيحة المطربة المشهورة، والتاني فضيحة الميكانيكي. حضر انت بس الفلوس وصور زي ما تصور. ايه الرخص ده يالا؟ هو انت للدرجة دي رخيص قوي كده؟ جدا. حضر الفلوس والكاميرا. ما كانش ينفع تقابلي الواد ده وتقعدي معاه وتاخدي وتدي معاه في الكلام كمان؟ ده واد نصاب وحرامي يا كماليا. يا حبيبي انا لو ما كنتش عملت كده كان هيروح لحد مشهور ويوري له الفيديو. حرام البنت تتفتح. وبعدين صدقني شكلها كان واضح جدا انها مش في وعيها.
ممكن تخرجي نفسك من الموضوع ده يا كاميليا؟ لؤلؤ عندها ناس كتير تقف وراها. لؤلؤ ملهاش أي حد في الدنيا. البنت دي اتظلمت كتير وهي صغيرة، وأول ما الدنيا ابتدت تضحك لها اتعرضت للقتل. ابتدت تشم نفسها، طلع لنا الواد الصايع النصاب اللي عايز يفضحها بالفيديو اللي معاه. وانت عارف كويس قوي ان الناس ما بتنساش الفضايح. طب ما انت رحت لها البيت وقالت لك انا مش عايزه حاجه، فانت خلاص يا كاميليا عملت اللي عليكي. ممكن قوي كانت محرجة مني ان انا عرفت حاجة زي دي. عشان خاطري يا منير، انا بجد عايزة اساعدها. مجدي حكى لي على كل اللي حصل لك الفترة اللي فاتت. ليه يا لولو؟ ليه عشتي في ده كله لوحدك؟ مين قالك اني كنت عايزه ابقى لوحدي؟ كنت محتاجه لك جنبي يا طارق. قلتها لك مره وطردتني، قلتها لك تاني لما جيت لي المستشفى. قسيت عليا. كنت عايزني اعمل ايه وفي 100 ايد وايد بتتمد عشان تاذيني. لو كنت استنيتك ما كنتش هتلاقيني. انت جرحتيني يا لولو. ما كنتش اقصد. عارف، بس حتى لو كنت تقصدي عمري ما كنت هسمح لحد انه يأذيكي. لسه بتحبني يا طارق؟ ما عرفتش انساكي. لسه بتحبني يا طارق؟ عمري ما عرفت اشيل حبك من قلبي. حاولت انساكي، حاولت اكرهك، بس ما عرفتش. حتى لما حطيتي على الحب ده وجع، برضه كنت بفتكر لك كل ذكرى حلوة ما بينا. حتى واحنا بعاد عن بعض كنت بلاقيني بحبك اكتر. مشتاق لك اوي يا لؤلؤ، مشتاق لكل حاجة حلوة حصلت ما بينا. ولا انا يا ترى عرفت اسامح نفسي يوم اني ضيعتك من ايدي. انا موتت قلبي بايدي من بعدك. كنت عايزه اسمع منك كلمه بحبك عشان تحيي قلبي من جديد. انا مش هسيبك يا لؤلؤ، انا هقف جنبك. من يوم ما عرفتك يا طارق وانت بتقف جنبي. سامحني لو في وقت عدى ما كنتش شايفاك فيه. مش انت لوحدك اللي ما كنتش شايفه، انا كمان كنت اعمى وكنت مش شايف. كان لازم اشوف كويس اللي حواليا واللي حواليكي، مين بيحبك مين بيكرهك. كان المفروض اني اكون ظهرك واحس بوجعك قبل وجعي. انا اللي المفروض كنت احميكي من نهال وداليا وسيد ومروه والحيوان اللي اسمه بدر. بس انا وقتها كانت الانا راكباني، كنت شايف غير نفسي. انا اسف اني ما كنتش شايفك انا كمان. انا وانا بخلص من نهال وداليا كنت بخلص منهم عشانك قبل ما يكون عشان. الاتنين دول يا طارق كانوا بيتمنوا موتك قبل موتي. عارف، كنت بحس بكرهم ليا، كنت بشوفه في عينيهم طول الوقت، بس ما كنتش اتخيل ابدا انهم ممكن توصل بيهم لدرجة انهم يقتلوني ويقتلوا اكتر انسانة حبيتها في حياتي. بس خلاص، هم خدوا جزاهم. سيبك منهم وسيبك من الكلام في اللي فات.
خلينا في اللي احنا فيه. مجدي قال لي على موضوع الفيديو. مجدي مش غلطان يا لولو، كان لازم يقول لي، كان لازم اعرف. على فكرة انا رحت له الورشة وادفع له كل الفلوس اللي طلبها عشان ارجع الفيديو. ما تدلوش حاجة يا طارق، وده دلوقتي مش هم فلوسه بس، وده عايز يأذيني، ولو اديته كنوز الدنيا كلها انا متأكدة انه هينزل الفيديو، زي ما انا متأكدة ان لو الفيديو ده نزل مش هينفع ابقى معاك. انا مش هرضى لك ان انت يبقى ده شكلك قدام الناس، ولا ان انت عينك تبقى في الارض. ما تخافيش، اكيد هلاقي حل للواد ده، مش هغلب يعني. كنا لقينا حل مع مروه يا طارق. اللي بيتملي قلبه بالكره عمره ما بيصفى. هي خلاص ملهاش حل. سامحني، انا اللي خسرتك. مسامحك، مسامحك يا لولو، مسامحك يا لولو. مش انت كلمة بحبك بتحييكي؟ بحبك. عمري ما حبيت حد قدك ولا احب حد زيك. بحبك يا لولو.